كشف عادل الرمزي المدرب الجديد لفريق الوداد البيضاوي عن القائمة التي سيشارك بها في البطولة العربية للأندية البطالة. وأكد لنا عادل الرمزي عن وجود اللاعب زهير المشرجي في القائمة، وشهدت القائمة المذكورة تواجد يحيى جبران وأيوب العملود، ما يؤكد تجديد عقدهما رفقة الوداد. فيما كانت المفاجأة غياب كل من رضا التكناوتي وأيمن الحسوني، وتواجد 3 لاعبين من فئة الأمل، ويتعلق الأمر بكل من أسامة فلوح وأيمن بشار ثم إسماعيل مومن. فيما يلي قائمة الوداد التي سافرت إلى السعودية: حراسة المرمى يوسف مطيع، المهدي مفتاح، طه مريد. خط الدفاع: أيوب العملود، أمين أبو الفتح، محمد فرحان، إلياس الشتي، حسين بن عيادة، أرسين زولا، أسامة فلوح. أما وسط الميدان فجاءت القائمة كالتالي: إسماعيل مترجي، يحيى جبران، أسامة محروس، عبد الله حمود، همام باعوش، زكريا الدراوي، إسماعيل مومن، زهير المترجي، جونيور سامبو، صلاح الدين بن يشو، هشام بوسفيان، منتصر الحشيمي، محمد أناجم، عماد الخنوس، أيمن بشار.